ادي امامنا الليو، شوف الاستلام والتسديد في مرمى الحارس جيرونيمو روي. نادي البارسا ظهر ميسي، ظهر البارسا، ادي باكو الكاثير بالكعب والعبها، وادي سواريز الهدف الثاني. ليو سجل هدفه رقم 29 في الدقيقة 36. باكو الكاثير عمل لمحتين حلوين قوي. باكو الكاثير تفويته ما بين قدمي زولدوا وتمريره لسواريز، وسواريز اداها لميسي متحرك ومشاكس، وادي راسيه تشافي بيريتو خطراش تجري يطلع كره خطره جدا، لسه الخطوره قائمه، عايز يعدي انيجو مارتينيز يسجل هنا في هذه الكره الماضيه. دفاع البارسا يحتاج الى تنظيم في الكرات العرضيه، هذه كره عرضيه خطيره وهدف تقليص النتيجه ياتي في الدقيقه 42. فريق يملك جرأة عشان كده سجل. هذه الكره ترتطم من انيجو مارتينيز، 3 اهداف هذا الموسم في بلباو وخيخون ومالاجا. هذه امامنا الكره من اوريل والدقيقه 37 وامتيتي في مرماه في الدقيقه 42. هذه امامنا لمسه لويس سواريز، 3 اهداف في الشوط، وادي امامنا ميسي قويه لكن كره ترتطم، كره ميسي الخطيره لويس سواريز وميسي، لكن مره ثانيه الضغط تعود مره ثانيه ميسي، عمل حلوه قوي باكو يا ولد باكو الكاثير يسجل هدف الرابع مع فريق نادي البارسا عشان تصبح النتيجه 3-1. شوف امامنا هنا الكره الثانيه وكيفيه استعاده الكره الثانيه. باكو الكاثير يسجل في هذه اللقطه هدف يستحق لما قدمه في الشوط الاول، لكن تمريره ميسي روعه في الدقيقه 44. شوف امامنا الاعاده ثم سجل امتيتي من كره انيجو مارتينيز القويه، ودي هدف قادم هنا عن طريق اللاعب تشافي بيريتو في مرمى فريق نادي البارسا عشان تصبح النتيجه 3-2. تشافي بيريتو شوف الكره ملعوبه ازاي، فين الرقابه، فين وسط الملعب، مين اللي بيأدي الادوار. تشافي بيريتو بالمناسبه بيسجل هدفه الثالث في 17